15 سنة وانا بلف انا وهي على دكاترة ومفيش فايدة. سبحانك يا رب. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. الباب يا عطيات، شوفي مين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لسه برضو عندها أمل. سيدي جه يا عطيات. تعالي يا فتحية، أنا في انتظارك أهو يا غالية. تعالي. مختار خير، في إيه؟ لا الحقيقة أنا مش مصدق وداني، مش مصدق. خلاص يا مختار، ربنا أراد. يعني إيه؟ ربنا أراد. يعني إيه بعد 7 أشهر هبقى أب؟ إيه هو ده؟ إيه؟ أنت نسيت الحساب ولا إيه؟ بقول لك أنا دلوقتي في الثالث. في الثالث يا مختار، احسبها بقى. يمكن لسه في أوله، يعني يبقوا 7 برضه يا فتحية. لا، في الثالث ويبقوا 6. السجادة أوام، أصلي ركعتين لله شكر. حاضر. السجادة أوام. السجادة أهي. وأنا هروح أوضب السفرة بقى للغدا. لا انت ما تتحركيش ابدا، تقعدي كده زي اعظم ست في الدنيا، وانا وعطيات في خدمتك. كل من دخل بيتنا هنا هيكون في خدمتك. اختي، امي، كل العيله وعيله العيله هيكونوا في خدمتك. حبيبي يا مختار، كنت مشتاق قوي اجيب لك ولو نونايه تفرح بيها. الا مشتاق. 15 سنه يا فتحيه، 15 سنه والله العظيم، ولولا معزتك عندي. خليها في سرك بقى، ما تزعلنيش. لا اوعي تزعلي، ده انا خدامك، انا مستعد ابوس التراب اللي تحت رجليك. مختار افندم مراتي حبيبي. الغدا اوام يا مختار، ده انا جعانه. مبروك يا استاذ مختار، يتربى في عزك. الحمد لله. يعني ايه؟ واد فتحيه جابت ولد؟ ادي وش اهو بدر منور. اشوفه اوام. طول بالك، امال الدكتوره لسه بتحمل برضه ابوسه من عينيه. معذور، كان نفسه من زمان في الخلفه. مبروك 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 يا فتحيه، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ابو. محروس، نسميه محروس عشان ربنا يحرسه من العين. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. بدر منور صحيح. يا ست زينب عن اذنك، يا دكتوره عن اذنك. يا حبيبي يا ابني. ايه ده كفايه بقى يا مختار، سيب لنا شويه. ايوه كده، بقيتي ام وانا بقيت اب، وانت يا ست زينب. ايوه يا استاذ مختار يا فندم. ربنا يقومك انت كمان يا ست بالسلامه وتخلفي بنت. الله، اشمعنى انا بقى اخلف بنت؟ ما عندي البنت. لا كبيره، دول هيبقوا في سن بعض ونجوزهم لبعض. كل شيء نصيب. ميه بسكر اديله شويه. عطيات، لكن عطيات مين بقى؟ انا رحت فين؟ انا ده ابني انا ابني. وبعدين يا ست زينب، محروس اتاخر قوي في المدرسه. يا اختي ما تقلقيش كده، زمانه جاي. محروس لسه صغير برضه، ده ابوه لو جه وما لقاش وصل يا ده يا دقي. غلطان جوزك ده يا فتحيه، محروس ما بقاش صغير. ايوه بس الشوارع بقى وزحمتها، يا خوفي عليك من الاتوبيسات والترميات يا محروس. لا دي بلاش يا فتحيه، افتكري حاجه حلوه. ابدا، كل ما يتاخر بالشكل ده قلبي بيبقى هيقف جوه صدري. امال انا اعمل ايه بقى في صفاء؟ اهي بنته في سنه ومع ذلك. بنتك واعيه وناصحه، ربنا يحميها، لكن محروس بقى اخر شقاوه. بصراحه بقى انتوا السبب، عشان ما هو الحيله يعني تقوموا ما تربهوش كويس. يا نهار زي بعضه، ابني انا مش متربي يا ست زينب. بيني وبينك لا، وما خبيش عليكي محدش طايقه ابدا من الجيران. اللي بتقوليه ده يا ست زينب، ده كلهم بيحبوه ومحدش عمره اشتكى منه ابدا. كل بنات العماره بتشتكي منه، واولهم بنتي صفاء. إيه؟ اشتكت منه اكتر من مره، وابوها لو سمع الحكايه دي. حكايه ايه؟ بنتك اللي دلوعه ومرقه كده. طبعا اذنك بقى. ايه مستعجله ليه بس يا لا حبيبتي؟ ابدا، هروح اربي بنتي. يا اختي اقعدي، امال بهزر معاكي والنبي ده انا بهزر. لا معلش، انا هستأذن دلوقتي. ابدا، انت هتقعدي معايا تسليني لحد ما يجي محروس. اهو جه اهو. يا ما انت كريم يا رب. ايه؟ ما تفتحوا الباب ولا اكسره؟ شايفه اخر ادب اهو بسلامته. لحظه وحياتك على ما يدخل، عاوزاه يشوفك وينكسف على دمه. يا عيني يا عيني يا عيني عالدلع يا عيني. مش عاوزين تفتحوا؟ طيب اهو. يا ابني اعقل، مش كده، اعقل. اهلا يا حبيبي، ادخل يا روحي. مفيش اهل ومش هدخل.
خش سلم على طنط يا محروس، مش شايفها ولا ايه؟ مش عاوز اسلم على حد. احسن. ليه كده يا محروس؟ كده زعلت طنط؟ تزعل انا كمان زعلان منها. ليه بقى؟ عملت لك ايه طنط؟ مش مربيه بنتها اللي اسمها صفاء دي. صفاء بتشتكي منك انت يا محروس. بتشتكي مني انا؟ طب والله ما انا عاتقها بقى البت دي. لا عيب كده يا محروس، ده احنا جيران برضه يا ابني وما يصحش. قليلة الادب، كل ما اقابلها واقول لها كلمه تكشر في وشي وما تردش عليا. ما تقولهاش حاجه ابدا، سيبها يا ضنايا في حالها. مش هسيبها، ويانا هي بقى البت دي. لو النبي عشان خاطري يا ابني، دول جيراننا وحبايبنا. ما هي دي المصيبه، وعشان كده لما كشرت في وشي مره واتنين وتلاته ما ضربتهاش. تضربها ازاي بقى؟ هو انت ليك عليها ضرب؟ اصل بضرب اي حد يزعلني يقول لي كلمه واحده ما تعجبنيش. لكن صفاء ما قالتلكش حاجه خالص، بتكلمها ما بتردش. تبقى غلطتها اكبر واكبر، بتحتقرنا اهو، وانا هعرف ازاي اخليها تحترمني. ربنا يهديك يا ابني، امبارح كنت هتضرب البواب عشان ما وقفلكش. كان يستاهل الضرب بقى ولا ما يستاهلش؟ لكن ده راجل في سن ابوك يا محروس، وصحته مش مساعداه. ماليش دعوه انا بصحته، اول ما يشوفني لازم يقف. حاضر يا نور عينيا، انا هخليه يبقى يقفلك. ايوه كده، والا مش هيحصل له. طيب انتهينا بقى. ودلوقتي يا حبيبي اسمح لي اسالك، اتاخرت ليه في المدرسه؟ ما هو غصب عني يا ماما، كنت مستني مدرس الجغرافيا على باب المدرسه. ليه كنت مستنيه ليه بقى يا محروس؟ عشان اخد طاري منه. يا نهار ابيض، تاخد طارك من مدرسك؟ هزقني يا ماما، هزقني قدام التلامذه كلهم. ليه كنت عملت له ايه؟ ولا حاجه، قال ايه ما كنتش مذاكر وما رسمتش الخريطه اللي طلبها. تقوم تستناه على باب المدرسه يا محروس؟ انا ما حدش زعلني ابدا، ان شاء الله يكون ابويا حتى. طب اسكت بقى، احسن باين ان هو اللي جه. وايه يعني؟ طب ده هيزعل رخر على زعلي. ايه في ايه يا محروس؟ يطلع مين ده اللي زعلك يا ابني؟ مدرس الجغرافيا يا بابا، هزقني وشتمني. شتمك؟ له عندك ايه عشان يشتمك؟ قولي له انت بقى يا ماما، انا تعبت من الكلام. شتمه ليه يا يستاهل، ما كانش مذاكر وما رسمش الخريطه اللي طلبها منه المدرس. يقوم يشتمه؟ ده مدرس؟ ده مربي؟ وضربني كمان يا بابا، ضربني. لا ده نصيبته سودة وقعته زي وشه. انا في حد في الدنيا يضرب ابني؟ يا بابا، انا هو بقى في المدرسه. حاضر، بكره الصبح هروح معاك المدرسه وابقى اشوف هعمل لك ايه فيه. يلا بقى على الغدا، يلا يا محروس، عامله لك حاجات حلوه قوي بتحبها. لا يا ست مش واكل. ليه يا حبيبي ليه؟ زعلان متضايق ماليش نفس. كلمه انت يا مختار، هيسمع كلامك انت. يلا يا محروس، انا جعان قوي ومش هاكل الا لما تاكل. انت حر، بلاش تاكل. يخلصك برضه يا محروس، يهون عليك ابوك يفضل جعان كده وهو خارج من غير فطار. يا ابني مش واكل، قلت مش واكل. يا دي المرار يا اخواتي، ابوك جعان يا محروس، وانا كمان يا ابني جعانه. ما قلتلك مش واكل دلوقتي، مش عاوز اكل. خلاص يا ابني على راحتك. يلا هات الطاوله يا فتحي، هات. هلعبه عشرتين كده وهتغلب له عشان نفسه تتفتح للاكل. لا انا اللي هغلبك، مش انت اللي هتتغلب لي. وماله يا ابني، اغلب يا حبيبي اغلب. اسمع يا حضرة الناظر، انا مستحيل اسيب حق ابني. نعم يا استاذ، عاوز تعمل ايه يعني عشان ترضي ابنك؟ اشوف المدرس اللي شتمه ده وضربه. ما ضربوش، ما عندناش مدرس هنا بيضرب، انا بس اللي بعاقب، وعقاب مناسب للغلطة. بقول لسيادتك ضربه، ابني قال انه ضربه. كذاب ابنك ده. لا اسمع بقى، انا ما اسمحلكش ابدا تقول على ابني كذاب. ابنك مش كذاب بس، ابنك قليل الادب. ابني انا قليل الادب؟ والطريقة مش معقولة. تصور انه كان مستني المدرس بتاعه على باب المدرسة، ولولا زملائه ادونا خبر كانت هتبقى مصيبة، فضيحة. تلميذ ماسك في خناق مدرسه، والله يا عال تروح فين بقى سمعة المدرسة؟ اخر كلام يا حضرة الناظر، يا شوف المدرس ده واحاسبه يا ابني مش هيقعد هنا في المدرسة. هو ده المطلوب. انا مستحيل اقبله في المدرسة يوم واحد بعد النهارده. لكن دي مدرسة خاصة ودافع مصاريف تعليمه لاخر السنة. اردها لك المصاريف اللي انت دفعتها. ولد مش متربي زي ده مستحيل يتعلم في مدرستي. ورق ابني اهو من فضلك والمصاريف كلها. ضايقني يا طنط، بقول لك ضايقني. ضايقك ازاي بس يا صفاء؟ مش تتكلمي. ضايقني وخلاص، والمره دي انكسفت اقول لماما ضايقني ازاي، وجيت اهو اقول لحضرتك. برضه مش نافع الكلام ده، لازم اعرف ضايقك ازاي. يو بقى يا طنط، قابلني على السلم وما كانش حد طالع ولا نازل. وبعدين؟ يا طنط افهمي بقى، بقول لك كنا لوحدنا خالص على السلم.
ايوه يعني زعلك بكلمه ما عجبتكيش؟ يا ريت كلامه بس ده ايه؟ قولي. يا طنط كان عاوز يبوسني. تصوري بقى قلة الأدب. مش معقول ابننا يعمل كده. ايه عمل ايه تاني سي محروس؟ ده مشاكله كترت قوي. ولا حاجه يا مختار، خش جوه انت دلوقتي. لا انا لازم اعرف ايه اللي عمله بالظبط. انا خلاص فاض بيا من الولد ده، حايلته كتير ولطفته كتير انه يعقل ما بيعقلش. قولي يا صفاء عمل ايه؟ ضايقني يا عمي وانا طالعه النهارده على السلم، بس ما تقولش زي طنط ضايقك ازاي. مش ممكن، لازم اعرف انا كمان. هي تقول لك بقى، انا ما اقدرش اقولها قدام حضرتك. ايه عمل ايه يا فتحية؟ يا اخويا ما تشغلش بالك بقى، اخته كانت وحشاه. وحشاه؟ وشوف بقى لما اختك تكون وحشاك قوي تعمل ايه. يا نهار يا ده بس يعني. لا حاول بس يا عمي، وانا جريت منه طبعا. استني يا بنت، بتجري ليه؟ استنى ايه بقى؟ حشوا ابنكم عني من فضلكم. وبعدين يا فتحية الواد ده زودها قوي. معلش انا هبقى اكلمه بيني وبينه كده في السر. سر ايه؟ ده لازم يتربى، ده هيودينا ويودي نفسه في داهية. محروس والنبي يا مختار، والنبي ما تزعله دلوقتي، زمانه سمع كل حاجه ودمه نشف. نشف؟ هو عنده دم عشان ينشف؟ محروس يا ولد. نعم اقف يا واد كويس. شيل ايدك من على وسطك يا ولد. من غير سؤال وجواب. كنت عاوز ابوسها. وبتقولها برضه يا مجرم؟ مختار ها مختار ايه؟ الواد ده هيجنني والله، ما هو نافع، وكل ده من دلعك له. وهيجننك ليه؟ بحبها وعاوز اتجوزها. تتجوزها؟ في سنك انت عايز تتجوز؟ ليه لا؟ يا تجوزوها لي دلوقتي حالا اتعرف شغلكم. لا عيب كده يا ابني، لما تكبر يا حبيبي لما تكبر. ابوك زعل اهو مشي. يزعل، انا دلوقتي اهو لازم اتجوزها والا هموت نفسي. محروس سيبيه، يا ريته يعملها فعلا يا شيخ. يعملها ازاي بس؟ ده ابننا يا مختار، ابننا اللي ملناش غيره. ليه يا محروس؟ افتح الباب يا ابني. الحقني يا مختار، اكسر الباب. شايف يا مختار؟ ايه؟ كان هيموت نفسه اهو لولا الحقناه. ولا كان هيموت نفسه ولا حاجه، كل ده تمثيل في تمثيل، ودلعك هو اللي هيضيعه. ابدا، الحبل كان موجود. لكن ما زقش الكرسي اللي كان واقف فوقه بالطريقه دي، ما جرالوش اي حاجه، لا اتخنق ولا كان هيموت. يا لهوي، طب والنبي ما تزعقش كده، احسن يسمعك والمره الجايه يعملها وما نلحقش نفوقه. يا ريت يبقى كلب وراح كده برضه يا مختار، مش ده اللي كنت سنين؟ كنت مغفل. قبل ما يشرف كنا في منتهى الراحه، منتهى السعاده. كانت فين السعاده دي؟ ده احنا كنا قايمين قاعدين بهم الخلفه، ومع ذلك معلش بكره يكبر ويعقل ويبقى ما فيش احسن منه. مش باين يا فتحيه، وبصراحه كله منك انت، دلعتيه زياده عن اللزوم. حنانك ازاي ده ضيعه. لا يا شيخ، وانت يعني اللي ما كنتش بتدلعه اكتر مني؟ كنت مغفل برضه، لكن من يوم ورايح هغير معاملتي دي. اسمع يا مختار. نعم. هقول لك رأيي نحل به المشكلة. قولي. من رأيي يعني إيه؟ عاوز اقول يعني ايه؟ نخطب له صفاء دي ونخلص. نعم. نريحه والنبي يا مختار ونرتاح احنا كمان. لا ده هو ده الجنان بعينه. بيحبها ومش هيبطل كلام في موضوعها ابدا. يا شيخ حب ايه؟ ده حب عيال، خبل ولد مراهق مكبول في عقله. امال هنعمل ايه بس؟ الباب قدام الباب ومش هيقدر ينساها ابدا. وهو كذلك. انا هقول لك رايي انا بقى، ولو انها صعب الحكايه دي خصوصا الايام دي. ايه اللي صعب؟ وصعب ازاي؟ نعزل من البيت ده، نشوف سكن يكون بعيد خالص عن الحي ده كله. يا خبر، نسيب شقتنا الحلوه دي عشان موضوع هايف زي ده يا مختار؟ مش هايف، ده مش هايف يا فتحيه، عايزينه يلتفت لدروسه، بالطريقه دي مش هينفع ابدا. بس العزال ده هيكلفنا كتير اكتر من طاقتنا. ولا هسلف من اصحابي من البنك، المهم ان لازم ينسى البنت دي، ينساها نهائي. خلاص يا مختار اللي تشوفه. مين؟ زينب؟ اهلا وسهلا، اهلا، خطوه عزيزه، اتفضلي يا اختي. يزيد فضلك يا حبيبتي. بالسلامه، كام سنه ما حدش شافك يا زينب، هانت عليك العشره. الحقيقه كنت وحشاني قوي قوي، وكان نفسي اشوفك من زمان. واخيرا غلبك الشوق مش كده؟ واللي غلبني كمان حاجه اهم. ايه خير يا زينب؟ ايه اللي غلبك؟ ابنك يا فتحيه. ابنك قلنا زمانه كبر وعقل، لكن ما فيش فايده. يا نهار زي بعضه، لسه فاكر صفاء؟ ده احنا عزلنا مخصوص عشان عارفه
عشان ينساها. وما جابش سيرتها من يوميها ابدا. بيتهيألك ده موريها المر اللي في الدنيا كله. مش معقول، هو اتجنن بقى ولا ايه؟ خصوصا الايام دي، شهرين اهو غلبوا الشوق زي ما قلتيها. كل يوم والتاني يفوت قدام البيت ويقف ويشاور ويصفر. صفاء تقول لي الحقيني يا ماما، الحقيني يا ماما، محروس واقف اهو قدام البيت. اقول لها اقفلي شباك اوضتك مسيره هييأس. كويس لحد كده. لكن اخيرا بقى اتجرأ وطلع لنا الشقة. قال ايه؟ جاي يسلم عليا، وحشته قوي قوي وجاي يطمن على صحتي. ده اتعلم المكر اهو بسلامته. وبتضحكي؟ ده بدل ما تقولي خلاص هأدبه ووقفه عند حده. يا ريت يا زينب، الواد طالع مفرعن ومحدش مالي عينه ابدا. عشان مدلعينه على الاخر، ما عرفتيش تربيه لا انتي ولا ابوه. وبعدين بقى ده كلام برضو يا ست زينب. كلام. وهنعرف ازاي احنا نربيه؟ لا بقى اسمحي لي بقى يا ست زينب. ما اسمحش. هنربيه يعني هنربيه، واديني جيت لك اهو حذرتك. اهلا صفاء، ايه الجمال ده كله؟ ابعد عني يا فندم، انت انا معرفكش. الله لا انت مش عارفاني ولا ايه؟ ده انا محروس، بس كبرت وطلع لي شنب اهو. بصي. لا انت مش محروس ابدا، انت منحوس. بالعكس، انا سعيد جدا اللي شفتك، اخيرا شفتك وكلمتك. وانا مش عاوزه اكلمك، تسمح بقى؟ على اي حال، عرفت ميعاد خروجك من الكليه بالظبط، هاجي بنفسي اوصلك لحد البيت. طوعني يا محروس، خلي اليوم يعدي على خير. الله كمان محروس دي وحياتي عندك، اخيرا نطقت باسمي وفي حنان وحب كده. طب استنى عليا بقى. الحقوني الله. يا بوليس يا شاويش، الحقوني. مش خطيبي يا حضرة الضابط. كانوا جيراننا وعزلوا من زمان. خطبتها يا كابتن ولبستها الشبكه، لكن الظاهر بقى والله اعلم. الظاهر ايه؟ عاوزه تلها في الشبكه، واحد تاني عجبها اكتر مني. لا يا شيخ بقى كده، ملهمش امان ابدا بنات الايام دي، وباين قوي ان حضرتك لسه ما جربتش. لا يا سيدي جربت واتجوزت فعلا. يبقى حظك كويس، وقعت في بنت حلال وطيبه. تحياتي وتمنياتي للست حرامكم يا كابتن. بس خلاص، انت مالك انت ومال الست حرام ده؟ خلاص يا كابتن بلاش، عن اذنك بقى انا مروح. تعالى هنا، رايح فين؟ رايح فين ازاي؟ مروح. هعرف ازاي استرد الشبكه. شبكة مين يا ضلالي؟ عسكري. افندم يا حضرة الضابط. حد راح يجيب ابو الافندي المحترم؟ حصل يا فندم، حضرة المساعد بعت عسكري يجيبه فورا. خد الافندي ده حطه في الحجز لحد ابوه ما يشرف. حجز ايه وليه؟ بقول لك خطيبها، انا خطيبها. معلش اتفضل معايا يا سي خطيبها. اوعى كده، اي حد يمسني مش كويس هتصرف غلط. عسكري. قدامي يا حضرة، ومش كويس علشانك انت. صفاء، قولي له ان كنت خطيبك يا صفاء. زي بعضه بقى في 60 داهيه الشبكه. ابدا، لا كنت خطيبي ولا هتكون. طيب يا صفاء، في سبيلك اتحجز، اتسجن، رقي بقى، حني، جاتك مصيبه تاخدك. روح يا شيخ، غلبتني تعبتني، طول عمرك مغلبني وتعبني. اتفضلي يا انسه، ارتاحي لحد ما يجي ولد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا. عمل إيه الولد؟ نعم يا حضرة الضابط. ابني فين أمال وعمل إيه؟ حضرتك والد السيد محروس؟ مع الأسف. مين؟ صفاء. انا اسفه يا عمي، لكن ما قدرتش اخلص من مطاردته الا بالطريقه دي. جه استناني قدام الكليه. طوعني يا محروس، سيبني يا محروس، خلي اليوم ينفض على خير. مفيش فايده، اعمل ايه؟ رحت مصرخ. معلش يا بنتي، امسحيها في دقني دي يا بنتي، سامحيه. انا عارف انه ولد غبي. دلوعه يا عمي مش غبي. حاول يفهم حضرة الضابط دلوقتي انه خطيبي ولبسني شبكه. لحظه انت بقى يا انسه. حاضر. بقول ايه، سبق خطبتوها لابنك يا حضرة؟ والله جايز امه برضه تكون. يبقى ما حصلش، وانا عشان خاطرك انت وعشان خاطر مستقبل الولد المجنون ده. متشكر يا حضرتك، متشكر جدا جدا. لحظه واحده من فضلك. ايوه اتفضل يا فندم، تحت امرك. بعد كتابه محضر بسيط هفرج عنه، لكن بعد تعهد منك ومنه انه ما يتعرضلهاش تاني. مفهوم؟ طيب وتعهد مني انا ليه ما تاخد منه هو؟ وانت قبل منه عشان تربيه نفكر يعملها تاني. حاضر. ولو انك ايه مش قادر عليه، تقول ابنك وصوته خشن، خايف منه؟ لا خايف مين؟ ده انا اهرسه تحت رجلي وافعصه كمان. امال ايه بقى حكايه ولو ان دي؟ امه يا حضرة الضابط، كل ما اجي ازعله بس مش اضربه. تنوح وتبكي وتعمل لنا غاره في البيت. اصلا ولا مؤاخذه يعني خلفته على كبر 41 سنه ونص، ما خلفتش غيره بعد كده. ابنها الحيله يعني.
واخر حنان واخر دلع. الله يفتح عليك، هو الحنان الزايد ده اللي هيضيعه. لا لا لا، شد حيلك انت كده عليه ولا يهمك. يا دي المصيبة، برضه مطلوب مني أشد. طب اتفضل اكتب تعهد وامضي عليه بنفسك. يا دي البلوى، برضه مطلوب مني أكتب تعهد. اتفضلي يا ستي، شوفي عملت ايه معايا البنت صفاء دي. ما هو انت غلطان برضه يا محروس، وصلت انك تروح لها الكليه. خطيبها وراح يقابلها ووصلها لحد بيتها. الكلام ده قلته في الاسم وما نفعش، جاي تقوله لي انا كمان ليه؟ بتستعبط؟ جالك كلامي بقى ان الحق عليكم انتم، كان لازم تخطبوها لي فعلا، وتجوزوها لي كمان ومن زمان. طب تصدق بالله يا محروس، لا اله الا الله. انا طلبت من ابوك نخطب لك صفاء ومن زمان قبل ما نعزل. وكان رده ايه؟ بس ما تجيبلوش سيره يا محروس، المهم اني حاولت وما قدرتش. وعليك تنساها بقى، صفاء دي ظهر انها ما بتحبكش. لا يمكن، هو حب عيال بقى ولا ايه؟ محروس هما مش خدوا عليا انا وبابا تعهد في الاسم؟ مش هتعرض لها انا، غيري بقى اللي هيتعرض. لا انت ولا غيرك، سيبها والنبي يا ابني بقى في حالها. اسيبها ازاي؟ يرضيكي بنت زي دي تغلبني تزعلني للدرجه دي؟ ابدا، معاش اللي يزعلك يا ضنايا. انتهينا، سيبيني بقى اتصرف. معلش يا ابني، المسامح كريم يا حبيبي، وعشان خاطر امك حبيبتك. اسف يا ماما، ولعلمك بقى انا ابتديت ازعل منك انت كمان. يا نهاري، انا يا ابني ازعلك؟ زعلت خلاص، كنت جعان قوي وعايز اكل. حاضر، دقيقه واحده يا محروس. تعالي هنا، بقول لك زعلني وما بيجينيش نفسي اكل وانا زعلان. معلش، اجل الزعل لحد ما تاكل. على شر. روحي يا ابني، عقلي يا حبيبي. تخطبي لي صفاء تاني يا ابني؟ عاوزني اكلم ابوك في نفس الموضوع تاني؟ مش لما تاخد الثانويه العامه اقل ما فيها؟ ابدا، تفضلي تزني وتزني وتزني. أزن؟ على دماغ بابا لحد ما يزهق ويقول لك روحي اخطبيها. طب وان ما وافقش وقال انك لسه برضه صغير على الجواز؟ ولا انا بقول لك زني ليه؟ زني تاني وتالت. عارفه بقى ان زنك ما نفعش اعمل ايه؟ لا، اوعى تقول لي اموت نفسي. لا 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 لا، حكايه الموت بالطريقه اياها بتاعت زمان، حبل وشنق وكلام فارغ من ده، بقت موضه قديمه. المره دي هموت موته جديده تتعذبوا فيها معايا عذاب طويل طويل. تحب تعرفيها الموت لا دي؟ مش عاوز اعرف، هفضل ازن. بيضحك عليك يا فتحية، بيستغل ضعفك. ضعفي؟ انا ضعيفه يا مختار؟ لا العفو، ومع ذلك بلاش الكلمة اللي زعلتك دي. بيستغل أمومتك وحنانك، حنانك اللي ملوش حد. ابدا، هو عنيد كده بطبعه، وبدل ما يأذي البنت ويأذي نفسه. نخطبها ونخلص. روح يا شيخ، ان شاء الله ما نتحرم منك ابدا. ايه هو ده؟ انا بتريق، بقول اللي كنت انت عايزه تقوليه يا ست. هو ده والنبي عين العقل. الواد يا كبدي لا اتغدى امبارح ولا اتعشى، وخرج اهو من غير فطار. ولا يهمك، اول ما يقرصوا الجوع هياكل. لا، ده انت بقى ما عندكش رحمه، وشه اصفر وعينيه قلب امه غربت. طب كنت حشيه ما تخلوش يروح المدرسه النهارده. ما قدرتش، قال لي مش ممكن، النهارده يوم مهم ولازم اروح. معاه فلوس ولا ما معاش؟ هي دي المصيبه، طلع كل الفلوس اللي في جيبه وقال لي خدي، مش عاوز منكم حاجه. طب يا ابني خلي معاك حق ركوبك يا محروس. قال برضه لا، هروح ماشي وارجع ماشي. وبعدين؟ ارحم ابنك يا مختار، يا تروح تودي له فطاره وفلوسه يا هروح انا. لا روح انت، منظري كده وانا داخل المدرسه باكل الشحط زي ده اهو مش تمام ابدا. ضروري اروح، بس اول ما هيشوفني هيسالني بابا قال لك ايه في حكايه خطوبه صفاء كده اهو، يبقى هروح انا. طبعا هينكسف يسالني السؤال السخيف ده وهو في المدرسه. ايوه كده، الهي ربنا يخليك. لحظه بقى احضر له فطار يعجبه. لا مؤاخذه يا حضرتك مش اخصائي اجتماعي المدرسه؟ في خدمتك يا فندم، اتفضل. متشكر والله. يعني ممكن تبعت حد يندى تلميذ عندكم اسمه محروس؟ محروس؟ حضرتك تقرب له ايه ان شاء الله؟ والده؟ اي نعم، انا والده. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. كان نفسي اشوفك من زمان. ليه خير؟ مش عارف ليه، ده انا بعت لك اكتر من جواب عشان تشرفنا هنا ولو بزياره واحده. ليه؟ عمل حاجه محروس؟ حاجه واحده بس، ده حاجات، وعمري ما شفت تلميذ فيه استهتار ابنك وشقاوته. انا اسف جدا ما وصلنيش ولا جواب، والا كنت جيت لحضرتك فورا يعني. امال جاي ليه بقى سيادتك؟ والله والله ايه؟ اصله. ايوه يا فندم، اصل ايه؟ والله خرج زعلان النهارده من غير فطار. ما شاء الله. وحضرتك جاي بقى تفطره؟ لا يعني اصله ما اتغداش امبارح كمان ولا اتعشاش. ليه ده كله؟ ايه اللي مزعله؟
لا عافيني بقى من سبب زعله. لاحظ اني اخصائي اجتماعي المدرسه ومن حقي اعرف عنه كل حاجه. مهمتي وشغلتي هنا حل المشاكل. هقول ايه بس مش معقول كده ابدا. اتفضل يا استاذ، عاوز اسمع. اتعلق ببنت عايز نخطبها له ونجوزها له. الله اكبر. وحضرتك موافق على حكايه جوازه دي؟ طبعا لا، وما هو ده اللي مزعله. واصل يعني حلف 100 يمين انه هيضرب عن الاكل لحد ما يموت، لحد ما يموت او نجوزه. فارجوك يا استاذ، ارجوك اندهله وساعدني في حكايه فطاره دي، لازم نخليه ياكل قدامنا. انا اتحايل عليه عشان ياكل؟ انا اشترك في مهزله زي دي؟ ليه مهزله؟ ما هو لو صمم على حكايه اضرابه عن الاكل هيموت فعلا. سيبك من حكايه اضرابه وموته دلوقتي. الصنف المرق ده انا عارفه كويس. المهم دلوقتي واللي فهمته من كلامك ان عندك اخبار كتير عنه، يعني احيانا بتتردد على البيت. بتردد على البيت؟ امال اروح فين؟ بيقول انك مشغول بالبيت التاني واولادك التانيين. انا عندي بيت تاني واولاد تاني؟ طب احب اشوف الولد ده بقى بسرعه وحياتك، بسرعه ارجوك. امرك. دقيقه. ايوه يا استاذ صلاح. عندنا هنا تلميذ اسمه محروس في سنه ثالثه ثالث ادبي، اندهله بسرعه. حاضر يا فندم. عارفه يا فندم، عارفه قوي. سامع؟ ابنك هنا اشهر من نار على علم، بس يا خساره شهرته في استهتاره وشقاوته. ممكن والله تديني فكره بيعمل ايه بالظبط؟ لما يجي وانا اقول لك قدامه. حرمناه من الدراسه يومين وثلاثه واخيرا اسبوع كامل، وكنا بنبعت لك جواب كل مره باخطائه ومشاكله مع زمايله واساتذته، واي حد يقول له كلمه ما تعجبوش. مفهوم. انا وامه مسؤولين عن ده كله. اصل ابننا الحيله يا استاذ دلعناه اكتر من اللازم. لا، هي امه بس اللي دلعته اكتر من اللازم، لكن انا غيرت معاملتي معاه من زمان. واضح قوي، حتى بالاماره جيت وراه بالفطار. لا مؤاخذه يا استاذ صلاح. ولا مؤاخذه ليه؟ ادخل. فين محروس؟ ما جاش النهارده، مكتوب غياب. ايه؟ غياب؟ غياب ازاي؟ ده انا شايفه وهو خارج. يا نهار زي بعضه، يبقى راح فين امها؟ راح مطرح ما راح بقى، ده هي لا ترجعه. حرام عليك يا مختار، لازم يا ضنايا داهر في السكه ووقع مغمى عليه من الجوع. ايه ده؟ إيه انت رايحه فين دلوقتي؟ هدور على ابني هنقذه يا فتحيه يا فتحيه. واول ما هلاقيه هاخده واروح اخطبها له. ايه هو ده يا ست؟ استني بس نتفاهم. ابدا مفيش تفاهم. وبعدين بقى بقول لك استني كلمه واحده قبل ما تخرجي بس. نعم قول يا مختار بس بالعقل. يا ست صبرك امال، اديني فرصه بس افكر في المشكله دي واحلها ازاي. لسه هتفكر؟ نخطبها له يا مختار، هو في حل تاني غير ده؟ بس على شرط. قول بسرعه، انا قلبي هيتقطع على ابني. قولي لهم بعد ما ياخد الثانويه العامه ويخش الجامعه هنيجي نلبسها الشبكه. عشان خاطرك موافقه على الشرط ده؟ انا اللي وافقت غصب عني عشان خاطرك انت. ربنا يخليك لنا يا مختار، وربنا يطمنا على محروس. يا حبيبي يا ابني، يا ضنايا يا ابني، يا ترى انت فين دلوقتي يا محروس؟ انت مالك يا محروس؟ في حاجه مضايقاك؟ يعني ان طلبت منكم حاجه تنفذوها لي على طول. يا نهار ابيض، راقبين ليك يا محروس. انت تؤمر واحنا ننفذ. متشكر، ده العشم برضه، ولذلك هأجل طلبات لبكره زي دلوقتي. ايه؟ وبكره ليه؟ خير البر عاجله. والله هو مش خير ابدا، الموضوع عند بابا بالذات. يا نهار يحوس، مطلوب منا نعمل ايه مع ابوك؟ لا لا لا، ايه اللي دي بقى؟ لا، امال مين اللي مزعلك؟ الطرف التاني. اياك البنت اللي عايز تتجوزها. بالظبط، وكانت اخر بهدله ليا امبارح في الاسم. خلاص، ان رفض التاني نخطفها ونجبرها على الجواز. ممكن ده يا حمدي؟ ما تخافوش. نخاف سلم برضه يا محروس. هرسم لك خطه ما تخرش الميه. ازاي؟ اقول لك ازاي. نسرق عربيه ونخطفها فيها وهي رايحه او خارجه من المدرسه. الكليه يا حمدي، صفاء النهارده بقت في الكليه. ماشي، وهي رايحه او خارجه من الكليه هتصرخ وجايز يجي حد ينجدها من ايديكم. مش هيلحق. احنا في حاله زي دي نبقى برق يا ابني. عارف البرق؟ على الاقل هياخد نمره العربيه، والمتهم هيكون صاحب العربيه مش احنا. بس بقى الجرسون جاي علينا اهو بالفطار. بألف هنا وشفا، الفطار والعروسه سوا. ايه ده يا محروس يا ابني؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ لا ده انت تتكلم بقى. ابوك رضي خلاص ان اخطب لك صفاء. والله تتكلمي جد؟ احضر لك الغدا بقى يا حبيبي. اسمع منه البشرة دي الاول. سيب ابوك دلوقتي احسن زعلان منك. زعلان؟ امال بتقولي وافق ليه؟ ويبقى وافق على ايه؟ اصل بعد ما زنيت عليه لحد ما وافق زنيت كمان عشان يودي لك فطارك في المدرسه. مدرسه؟ عاوزين واحد زعلان ومقهور زيي يروح مدارس ويتعلم؟ خلاص يا ابني اديني بسطتك اهو فرحتك. وقالت امها
وصفاء نفسها قالت ايه؟ ها احنا فينا من ها؟ يبقى ما رحتيش، يبقى بتضحك عليا وعليه. عليه ايه؟ ارجع اضرب تاني على الكلام. لو النبي يا محروس بلاش دي، هروح دلوقتي اهو. ها بقى اتخطبت حضرتها؟ خلاص بقى يا محروس، اول ما تنجح السنه دي وتدخل الجامعه هتخطبي لي ستها. اسم الله عليك يا حبيبي، فهمتها وهي طايره. اسمعي يا صفاء بالذات، يا مش هتجوز طول عمري. يوه، بقول لك اتخطبت يا محروس، وانا ما كنتش مصدقه امها، لكن البت جت بنفسها وقالت لي. ايه قالت لك ايه؟ ها سمعيني قالت ايه؟ مش مهم بقى يا ابني قالت ايه، ما تزعلش نفسك يا ضنايا. ابدا لازم اعرف قالت ايه. قالت مش ممكن، نجوم السما قرب له كده. طب تستنى عليا بقى، انا هوريها النجوم البعيده دي في عز الظهر. ليه بس يا محروس؟ ما البنات يا ابني كتير، واول ما اولش ولا حاجه، كلمه وقلتها وهنفذها. والله انا بقول بلاش دي اللي بتقول لا مش عاوزاه. هو عشان كده لا بتاعتها ديا يبقى لازم اتجوزها. يا دي الغلب عليا يا اخواتي. مختار سمع كل حاجة يا فتحية، سمعت كلامكم كلمة كلمة، لما خلاص هتفرتك من الغيظ. يا ساتر، دايما واخد على خاطرك بالشكل ده. خش عليه انت كده بكلمتين. كلمتين ايه؟ قولي قلمين شلوتين، دي حاجة بقت تفلق تجنن. يوه، لسه برضه عامل حامي قوي. ايه تعالي هنا، رايحة فين؟ ابني يا مختار، ابني هينام زعلان يا ضنايا، زعلان قوي يا كبد. بقول لك تعالي هنا اسميه طق. تعرف ان ما سبتنيش في حالي دلوقتي؟ ايه؟ هصوت، هلم عليك الناس. اعوذ بالله، اهو ده اللي مطمعه فينا. وماله، يطمع، هو له مين غيرنا يطمع فيه ويريحه؟ الحقيني يا ماما، خبيني. اخبيكي من ايه؟ خديني في حضنك يا ماما، جسمي كله بيترعش. ايه يا حبيبتي؟ مالك يا صفاء؟ مالك في ايه؟ مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ لحظة واحدة بس اخد نفسي. روحي يا بنتي روحي، ارتاحي اقعدي. شوية مية يا ماما، حاضر. انا تعبانة قوي، ريقي ناشف حجر. حاضر. يا ساتر يا رب، يا ترى جرى ايه؟ وحوش يا ماما، لكن ليه ده كله؟ لا انا لابسه دهب ولا الماظ، وبابا كمان مش غني قوي. عايزين مني ايه؟ هياخدوا من ورايا ايه؟ يكونش هو برضو اللي سلطهم عليا، عاوز ينتقم مني، يذلني. هو الجواز بالعافيه يا ناس. المية يا حبيبتي، اشربي. كلمي بابا حالا يا ماما، لازم يجي دلوقتي هو بسرعه. اكلمه اقول له ايه؟ مش تقولي لي اقول له ايه؟ بقول بسرعه يا ماما، لازم يجي يشوف ايه الحكايه دي وليه. حاضر يا حبيبتي. ماما، 2 راكبين عربيه كانوا عاوزين يخطفوه. بتقولي يخطفوكي؟ انا لاحظت ان عربيه واقفه قريب من ناصيه شارعنا، وفيها 2 شبان بيبصوا لي قوي. تعرفيهم الشبان دول؟ لا، اول مره بشوفهم. يا شيخة، يبقوا عيال صايعين ولا يهمك منهم. ايوه، بس لقيتهم بيهزوا راسهم مش عارفه لمين. بصي ناحية ما بصوا، شوفي ايه الحكاية. الحقيقه انا ارتبكت، خفت، قمت مديت بسرعه. ايه وبعدين؟ بطرف عيني كده بصيت لقيت العربيه اتحركت ومشيت جنبي بالظبط. وقبل ما اوصل الشارع العمومي بصيت لقيت يا مامي. ايه في ايه؟ خضتيني يا بنتي، في ايه؟ لقيت واحد نزل بسرعه وايده على دراعي وبيسحبني جوه العربيه. يا لهوي! انا رحت قاعده في الارض وصرخت على اخري. وبعدين؟ حاول من جبره يشيلني من على الارض. ما تنشليش، تبتي في الارض واصرخي وافضلي اصرخي. بالظبط، ده اللي انا عملته فعلا. وبعدين ما فيش حد ماشي يغيتك منهم؟ ما هو ده اللي حصل برضه، لكن في لمحة عين فص ملح ودابه، نط المجرم جوه في العربية وطارت العربية على اخرها. وما قدرتيش تاخدي نمرة العربية؟ ماما، لو كنت مطرحي كان يبقى عندك اعصاب تاخدي نمر عربيات. الحقيقة لا، كل اللي اقدر اعمله اني اطلع جري تاني على بيتنا، ده ان قدرت اقوم خالص من مطرحي. انا بقى قدرت وطلعت اجري لحد ما بقيت قدامك هنا، وزي ما شفتيني اخر رعب وجسمي كله بيترعش. مين اللي على الباب؟ ما تفتحيش يا ماما، ما تفتحيش، احسن يكونوا جايين ورايا يخطفوني. معقولة دي؟ مين اللي على الباب؟ هاني حسن يا ست هاني، مفتاحي. حسن؟ ده عمك حسن البواب يا صفاء. ايوه يا عم حسن. الف سلامة لست صفاء. الله يسلمك. نمرة العربية هي اللي كانت، اعوذ بالله، ناس مجرمين بصحيح. هو مين اللي جابها يا عم حسن؟ صاحب الكشك اللي على ناصية الشارع،
شاف الحادثه ولقط نمره العربيه. انا متشكره قوي يا عم حسن، واشكره بالنيابه عني. شكرته يا ست هانم، شكرته. افتكر بقى سهل يعرفوا مين اللي حاولوا يخطفوك ويقبضوا عليهم، يجابوكي بقى يبلغ البوليس. لا استني يا ماما، انا جاتني فكره تانية. فكرة ايه؟ بابا لو عرف هيقعدني من الكليه. انا هكلم عاطف احسن. الو عاطف. ايوه. اسمع يا عاطف، انا عاوزاك في موضوع مهم جدا، موضوع خطير. اهلا يا ابني، اتفضل. يا صفاء اهدى يا ابني، مش تسلم عليا الاول؟ لا مؤاخذه، ازيك؟ ازاي ايه؟ طيب يا ابن الله يسلمك. يا صفاء. ايوه يا ماما، ايوه انا جيت اهو. يلا بينا يا صفاء، يلا بسرعه يلا. يلا بينا. على فين؟ على فين؟ على اسم الشرطه طبعا. طب بس اقعد لما اقول لك حاجه. اقول لك على اللي حصل بالظبط. انا شخصيا شاكه في مين وبتهم مين. هسمع منك كل حاجه واحنا راكبين التاكسي مستنينا تحت قدام باب العماره. يلا. ايوه بس قبل ما نروح يا عاطف يكون في علمك اللي انا شاكه فيه وهتهمه جدع رزل قوي وغدار. ان شاء الله يكون الجن الازرق. هحبسه، هسجنه، هرجعه تاني لامه. شهم صح.